أكيد سمعتوا كتير عن السوق الصاعدة والسوق الهابطة، بس فكرتوا ليه بنقول ثور ودبة؟ ليه مش أسد وقرش أو نسر واتنين؟ طيب، جهزوا نفسكم عشان القصة دي أعمق مما تتخيلوا، وفيها شوية حكايات مثيرة عن صفقات، معارك، وحتى شوية نصب واحتيال. خلونا نبدأ مع الدب. تخيلوا إنكم في القرن السابع عشر، والتجار في إنجلترا بيتاجروا في حاجة غريبة شوية: جلود الدبة. لكن في تجار كانوا بيبيعوا الجلود قبل حتى ما يمتلكوها، على أمل يشتروا لاحقا بسعر أرخص. سامعين حاجة مألوفة؟ ده ببساطة البيع على المكشوف. بس المشكلة كانت إن لو الأسعار ارتفعت بدل ما تنخفض، التجار دول كانوا بيخسروا خسارة كبيرة. ومن هنا بدأ استخدام مصطلح السوق الهابطة لوصف السوق اللي الأسعار فيه بتنزل أو المتوقع إنها تنزل. نيجي بقى للثور. زمان كان في رياضة دموية اسمها مصارعة الدببة، كانوا بيخلوا الثور والدب يقاتلوا بعض، واللي لاحظوه وقتها إن الدب يهاجم بمخالبه هو الأسفل، لكن الثور يهاجم بقرونه الفوق. وهنا لقوا أفضل تشبيه لحركة السوق: الدب بيسحب السوق لتحت، السوق هابط. الثور بينطح لفوق، السوق صاعد. ومن هنا اتحولت الحيوانات دي لرموز عالمية للأسواق المالية. ومع الوقت وصلت المصطلحات دي لوول ستريت. وفي القرن التاسع عشر بدأ الصحفيين الماليين يطلقوا على الناس اللي بيرفعوا الأسعار اسم وثيران، واللي بيتوقعوا الهبوط اسم الدببة. ومن وقتها أي حد في عالم التداول بيستخدم الرموز دي بدون ما يعرف إنها جاية من تجارة الجلود ومعارك الحيوانات الوحشية. المرة الجاية لما تسمع عن السوق الصاعدة أو الهابطة، افتكر إنك جزء من تاريخ مليان مغامرات وقرارات جريئة. بس قولي، أنت حاليا ثور ولا داب؟ اكتب في التعليقات وشوف مين متفوق. ولو حبيت القصص الاقتصادية المثيرة دي، اضغط اشتراك علشان يوصلك كل جديد.